داخل لسه اللايف دلوقتي. ببساطة جدا احنا من كتر ما احنا بنتكلم عن الجديد نسينا الثوابت ونسينا الحاجات القديمة اللي كانت بتجيب نتائج، وغير كده ان هي كمان تطورت بشكل حلو جدا، او احنا تطورنا معاها مش عارف. بس فعليا احنا بنجيب دايما سيرة الفترة الأخيرة حقن مونجارو وحقن بديل التكميم والحاجات الجديدة والحاجات دي، ولكن دايما احنا بننسى او بنتناسى الحاجات اللي كانت موجودة من مثلا 6 7 10 سنين من زمان جدا، وهي الميزوثيرابي والجلسات والحاجات دي. هو ببساطة جدا الشخص اللي وزنه زيادة ممكن ما يكونش فارق معاه، او الست او البنت اللي وزنها زيادة ممكن ما يكونش فارق معاها الوزن كأرقام قد ما فارق معاها الوزن كشكل وكقدرة على لبس اللي هي عايزاه، ومصيف وطلعة ساحل، عيد صغير عيد كبير، لا رمضان، ده مش كده. بيبقى الموضوع كله مش مجرد ارقام على الميزان. قد يكون بعض الناس الارقام على الميزان بتفرق معاها، وبعض الناس التانية بتأثر معاها صحيا في صورة ان هم يكون عندهم بدايات سكر، او عندهم تكيسات، او عندهم صعوبة في الانجاب، وكل ده مرتبط كمان باللي هنقوله في الفترة الجاية. وبالتالي بقى نزول الوزن لازم حاجة تحصل بكل الأساليب. طبعا ربنا يخلي لنا العلم ان احنا بدأنا نلاقي أساليب حديثة وسهلة، رغم ان هي مكلفة نوعا وليها مضاعفاتها طبعا، لأن مفيش حاجة من غير مضاعفات. وبالتالي بتكون النتيجة ان في النهاية بيكون النتيجة حلوة جدا جدا. بس برضو مع نزول الوزن يبقى الشكل مؤرق للستات والشباب كمان، مش مجرد ستات يعني. بقى الشكل مهم جدا 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 مع موضوع الوزن كرقم. وبالتالي ظهر من زمان جدا ما يعرف باسم جلسات تحت القوام، او التنحيف، او تفتيت الدهون. بداية كده كان ظهر حاجة اسمها السلندر، ودي كانت حاجة كده جهاز بيقوي عضلات البطن فبيدي إحساس إنه بيقلل دهون. وبعد كده ظهر جهاز تاني اسمه البي 33، ده بيقوي العضلات. وقبليهم كان ظهر حاجة اسمها السونولايزر، وده كان موجات صوتية مش عالية الشدة، يعني بنتكلم في 3 ميجا هرتز ولا حاجة، بتعمل جلسات كتير بباكج كبيرة فتجيب صمتيات بسيطة معقولة، فبتجيب نتيجة نوعا. الى ان دخل علينا عصر الكافيتيشن والار اف والفاكيوم، وبعد كده دخلنا في والليزر شيب بقى والحاجات اللطيفه دي، وبعدين دخلنا في ال بي جي، وبعد كده دخلنا في الكرايو، الى ان اخترعوا الميزوثيرابي. واللايف النهارده اغلبه هيكون عن الميزوثيرابي، لانه اتنسى وسط الحاجات المنسيه، وخاصه في موضوع بديل التكميم. الناس بتعمل بديل التكميم ونسيت جدا 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 الحاجات التانية. تمام. فنسيت الميزوثيرابي، وده كانت اول طفره في نحت القوام او تفتيت الدهون. طيب احنا هنتكلم في الايديا بتاعت اصلا تفتيت الدهون، او الجلسات اللي معموله عشان تقلل محيط البطن او الفخذ او الارداف او الجناب او الدراعات او البرالاين او الحاجات دي. هي مش رفاهيه قد ما هي برضو بقت ضروره، لسبب انه ناس كتير بيبقى عندها مشاكل صحيه بسبب منطقه البطن الزياده. يعني الناس اللي عندها مقاومه انسولين او تكيسات في المبايض، او صعوبه في الانجاب، او الرجال عندهم حاجه اسمها سليب ابنيا لما بيناموا
بتطبق على نفسهم فما يعرفوش يتنفسوا كويس او حاجات شبه كده. فكانت ضروره ان احنا نتكلم على موضوع الميزوثيرابي ونفصصه من A to Z. وبالتالي الميزوثيرابي دي طريقه بيحصل فيها تفتيت للدهون في طبقات بتاعه الجلد وما تحتها من دهون، عشان لسه هنرجع لموضوع الجلد بعد شويه. طبقات الجلد وما تحتها من دهون دي فيها حاجه اسمها الميزوديرم، عشان كده طلع منها اسم الميزوثيرابي. بنشتغل في طبقات من 1 ل 3 سم تحت طبقه اسمها الهايبوديرمس. الهايبوديرمس دي منطقه فيها دهون او اسمها سبكوتينس فات. طيب دهون السبكوتينس فات دي اغلبها هي اللي بتعمل المشاكل بتاعه ما قبل السكر، والمشاكل الثانيه اللي هي لها علاقه ب الحاجات اللي بتزود مقاومه الانسولين وما شابه. وبالتالي بقى حل عبقري جدا جدا ان احنا نعمل سيلكتيفيتي للمواد اللي احنا هنحقنها. يعني الكافيتيشن والميزوثيرابي في فرق بينهم، ان الكافيتيشن هو موجات صوتيه بشده من 40 ميجا هرتز و80 ميجا هرتز على حسب المدى اللي احنا عايزين نشتغل فيه، وبتكون النتيجه ان بيحصل تدويب للدهون بشكل معين، والدهون اللي بتدوب دي دايما بتطلع من الرئه او تروح للحصوه الصفراويه او تروح جزء منها في الكبد. فعشان كده الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد ليها علاقه بالكبد اللي هو التليفات والحاجات دي ما ينفعلهاش الجلسات اصلا. تمام. ولكن الناس التانية اللي عندها مشاكل تانية خاصة بزيادة الدهون في منطقة البطن أو الجناب أو الأرداف أو الفخذ أو الإنر ساي أو البرالاين أو الدراعات، بتكون الميزوثيرابي طريقة حلوة جدا وفعالة جدا جدا في الحالات اللي زي كده، لسبب إن إحنا نقدر ببساطة نحقن المواد اللي إحنا عايزينها، سواء كان بقى مواد بتفتت الدهون، مواد بتشد، مواد بترفع، مواد بتشيل المية وهكذا، فبتكون النتيجة فعالة. طيب ايه الميزوثيرابي ده ببساطه؟ هي مواد عباره عن ماده اسمها البي بي سي، والبي بي سي دي بتفتت الدهون، ودي اختصار لحاجه اسمها الفوسفاتيدايل كولين. وفي ماده ثانيه اسمها ديوكسيكوليت، وديوكسيكوليت دي الماده دي كانت موجوده في الحوصله الصفراويه، فلو ان هي بتفتت او بتقلل الدهون او بتعمل اوكسيديشن للدهون، وبالتالي لقيناها ان هي كويسه جدا جدا جدا، فبنستعملها ككوكتيل في الكوكتيلات بتاعه الميزوثيرابي. طيب الميزوثيرابي دي بتتحقن ازاي؟ بتتحقن بحقنه انسولين عشان يبقى نشتغل على الطبقه اللي احنا عايزينها بالظبط. فبنحقن البي بي سي او اللي هو الفوسفودايكولين او ديوكسيكولين او ماده ثانيه اسمها الارتشوب اللي هو جايه من مستخلص الخرشوف، او ماده ثانيه اسمها الكافيين، والكافيين ده معروف ان هو بيزود الحرق، او حاجه ثالثه انتوا عارفينها اسمها الكارنتين، ودي برضه بتزود الحرق وبتحسن الاكسيديشن وكمان بتساعد ان العضلات ما تنزلش. وماده ثالثه او رابعه بقى اسمها الدمايه، دي بتشد الجلد. وبعدين طلع بقى نوعيات تانية من المواد بتشيل الميه زي حاجه اسمها اللايبوتروفيك، ومواد ثالثه بتعمل ليفتنج للجلد لو حصل له ترهل شديد. يبقى احنا اخدنا كل العناصر اللي احنا عايزينها من جلسه تفتيت او ميزوثيرابي. بلس بقى ان احنا في عياداتنا بنعمل التكنيك ده اسمه النحت الايوني، وده تكنيك احنا خاصين بيه وبنعمله عشان نجيب احسن ريزلت لسرعه تشرب او سرعه الاستغلال بتاع كل المواد اللي بتتحقن في المكان ده عشان نجيب احسن ريزلت. طيب بس كده لا، مع كده كمان بنتابع، لان احنا لما بنعمل الجلسات مش شرط ان احنا نستعمل نفس المواد كل مره، ومش شرط كمان ان احنا نستعمل نفس الكوكتيلات كل مره، بس اللي عايز اقوله ان احنا نستعمل احسن مواد موجوده في العالم،
وبالتالي الجلسات نوعا ما فيهاش رخيصه. وما تصدقوش حد يقول لك انا بعمل ميزوثيرابي الجلسه ب 250 جنيه و300 جنيه. ده لو بيحقن الميه يحقن اغلى من كده. ماشي. يعني ابسط حاجه انه اقل فايل في السوق مش هيبقى حتى ب 150 جنيه. فما تجروش ورا الحاجات السهله والبسيطه والرخيصه. وانا ما بحبش استعمل كلمه رخيصه، بس نقول ايه يعني تكاليفها قليله، بلاش رخيصه. وبالتالي الميزوثيرابي فايدته انه اولا يقلل محيط الحته اللي احنا عايزين ننزلها، وفي حاجات ما بتجيبش نتيجه مع الاجهزه زي مثلا الدراعات، ما بتجيبش نتيجه خالص مع الاجهزه، لازم الميزوثيرابي. وكمان الانر سايد او الرجل الداخليه برضه. وبرضه كمان بعض الاماكن بتاعه الدهون العنيده او الحتت اللي بتبقى في الجلد اسمها الخبسه، او تلاقي الجلد عامل متعرج كده. فالميزوثيرابي بيجيب نتائج حلوه جدا 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 فيه. بس كده لا، في حاجات تانية. انه طبعا احنا مش هنقول اسامي تجاريه للمواد اللي احنا بنستعملها، بس دي المواد الفعاله اللي احنا بنستعملها. الميزوثيرابي باكجاته بتبدا من 2000 جنيه لحد 5000 جنيه. واكوردنج للماتيريال اللي احنا بنستعملها، دايما اعرفوا حاجه واحده، ان كل ما الخدمه زادت في سعرها تعرفوا انه هامش ربحها قليل، لان انت بتستعمل احسن ماتيريال. احسن ماتيريال بالتالي بتكون اغلى ماتيريال، وبالتالي بتاثر عليك كمان في مكسبك انت. ولكن احنا يهمنا في المقام الاول مكسبنا هو الورد اوف ماوث. يعني ايه؟ يعني لما حد يعمل جلسات عندنا في مراكزنا يجيبوا نتيجه كويسه، فيقولوا انه احنا عملنا جلسات في الحته الفلانيه، فالناس تتشجع ان هي تجيلنا عشان تجرب نفس الماتيريال وتجيب نفس النتائج. وبرضه عندي ريفيوهات كتيره لناس جربوا معانا على جروبات كتير، حتى مش جروباتنا يعني، وبيشكروا قوي في الجلسه. ماشي. بس طبعا كل حاجه ليها ميزه وعيب. فالمزايا احنا عددناها نوعا، انه كويسه للجلد وبتشد الجلد وبتعمل ليفتنج وبتعمل ماتيريال معينه سيلكتيف، بنودي الماتيريال دي للاماكن اللي احنا عايزين ننزلها بشكل صحيح او شكل سليم او شكل يرضي العميل او يرضي اللي عايز يخس. مش بس كده، احنا بنستعمل تقنيه اسمها كمان الكو انزيم. والكو انزيم دي مش بس معاها المواد اللي انا قلتها، لا، معاها مواد تانية بتحسن الحرق، وفيتامينز معينه زي الكيوتين مثلا، ده بيحسن الصحه العامه بشكل معين ويخليك تخس كمان. مع ان انت بتخس مقاسات، لا كمان تنزل وزن. فبالتالي انه الحاجات دي من الحاجات الكويسه جدا جدا جدا. واحنا الحمد لله ما بدأناش نتكلم فيها غير لما وثقنا تماما في المواد اللي احنا بنستعملها باكبر الشركات اللي موجوده في مصر، اللي هي اصلا بتجيب حاجتها من بره كامله، مش متعبيه في مصر، لا كلها من بره. من اسبانيا، من ايطاليا، من انجلترا، من المانيا، من بلاد هي اصلا متخصصه في الفيزيوثيرابي او ما شابه جدا، حتى بريفيوهات الناس اللي بتجي لنا. وبالتالي احسن حاجه احنا بنعملها هو ان احنا بنحاول نخلي النتائج تتكلم عننا، مش نجيب بقى بلوجر ويقعد يقول انا رحت احسن مكان فما اعرفش ايه عشان يعمل ايه، والموضوع بيبقى شكله فيك قوي ومدفوع يعني. غير كده ان الميزوثيرابي اللي احنا بنستعمله، مش هقول ان احنا عندنا اللي مش عند حد، بس احنا اسعارنا زي اسعار اي حد لو كان قارنهم بجوده الماتيريال. والحاجه الثانيه ان احنا ما بنحطش ميه. يعني الناس اللي بتعمل ال 20 جلسه ميزوثيرابي ب 1000 جنيه، ده لهم الله بصراحه. يعني مش عارف بتعملوها ازاي او بتجيبوا ماتيريال ايه. يعني احنا بنتعرض عليها ماتيريال ال 10 فايل مثلا ب 1000 جنيه. يعني الفايل واقف عليك ب 100 جنيه مثلا. ده الحاجات اللي احنا ما بنشتغلش فيها، لان احنا بنشتغل في احسن حاجه واحسن ماتيريال. وبالتالي كل اللي احنا بنتكلم فيه بيبقى عن ثقه في منتجاتنا وعن ثقه في نتائجنا طبعا.
طيب ايه عيوب بقى الميزوثيرابي؟ طيب عيوبه الشكشكه، او انت بتتشكب بابره طولها مثلا تتكلم في ملي و2 من 10 زي الانسولين. هو المفروض ان هي مش بتوجع قوي، وكمان ساعات احنا بنستعمل بعض الحاجات اللي تخلي تعمل تسكين موضعي للناس اللي هي يعني بتبقى تعبانه جدا من القصص دي. كمان الحاجه الثانيه بعض الانواع، عشان كده بنستعمل احسن ماتيريال، وانا بتكلم في المطلق يعني مش عندنا، ممكن تعمل بعض الحساسيه لبعض الناس. فعشان كده احنا بنستعمل دوز قليله في الاول لحد ما نشوف الايه الرياكشن بتاع الجسم، وده برضو رير ونادر انه يحصل، وغالبا ما حصلتش معانا خالص. الحاجه الثالثه هي انه مكان الحقنه بيزرق طبعا، لان انت بتحط ماتيريال، الماتيريال دي هدفها ان هي تفتت الدهون او كده، فمكان الحقنه ممكن تزرق شويه كام يوم، ويكون سهل ان احنا نستعملها اي حاجه تضيع التورم زي الهيموكلار والكمادات الساقعه والحاجات دي، وكمان الدافيه كمان. غير كده ان الماتيريال نفسها غاليه مش رخيصه، وده احد عيوبها يعني. الماتيريال نفسها مش ارخص حاجه، لا الماتيريال غاليه جدا، والباكجات نسبيا مش رخيصه، فده بيؤرق بعض الناس. آه، رابع حاجه ان الموضوع ده اتجرب بقاله اكتر من 10 سنين، وعليه لغط كتير، وناس كتير قالت ما بتجيبش نتيجه، وناس كتير بتقول ان الجلسات دي فيك وحاجات كده. ودي طبعا يعني ده سببه سوء الناس اللي بتستعمل ماتيريال مش افكتيف او مش كويسه او متخففه، وعشان يعملوا جلسات كتير ما هو عايز يكسب، فيجيب نفس المواد الكويسه ويخففها مثلا بمحلول ملح. تمام. فاحنا بنمشي بتوصيات الشركات، يعني والله الشركه بتقول تعملوا كذا على كذا عشان نعمل كذا، بالتريننج اللي بيتعمل بالورك شوبس اللي بتتعمل، فبتكون النتيجه احسن نتيجه بالنسبه للعميل. وزي ما قلت لكم انه في النهايه ان احنا عايزين الشخص اللي بيعمل الجلسات يبقى راضي عن النتائج، وده اللي بيجي لنا من الفيدباك اللي احنا بنشوفه. وبالتالي من ضمن كمان العيوب ان هي النتائج بتبان من اول مره، بس عشان نوصل لاحسن شيب اللي هو الشيب اللي يرضينا بناخد شويه وقت. نكمل. فاحد برضو المساوئ او العيوب بتاعه الميزوثيرابي، وهي آه، مش بتكلم عننا، بتكلم عن المراكز التانية، انت ما تعرفش بيتحقن لك ايه، فدي مشكله كبيره. الناس ما عندهاش المصداقيه والكواليتي والجوده ان هي تقول لك والله احنا بنحقن الحاجه الفلانيه واسمها كذا وسرش عليها. وده طبعا عيب احنا ما بنعملوش عندنا، احنا بنقول والله احنا بنستعمل ماتيريال اسمها كذا، سرش عليها قبل ما تبتدي الجلسات اصلا، عشان تبقى راضي ومطمن ان احنا بنستعمل لك احسن جوده واحسن كواليتي. طيب كل الحاجات دي تخلينا نقول هل الميزوثيرابي احسن من الكافيتيشن، او احسن من الاجهزه، او احسن من الجلسات، او احسن من الدايت، او احسن من حقن بديل التكميم؟ والسؤال ده بتساله كتير جدا جدا جدا، ايه الفرق بين حقن بديل التكميم وحقن الميزوثيرابي؟ وده جاوبته كتير في لايفات وفيديوهات قبل كده، بس نجاوبه تاني. الفرق بين الحقن بديل التكميم او المونجارو بالاخص ان هي بتشتغل على الجسم كله على ماده اسمها جي دي بي 1 وجي اي بي، ودول فايدتهم انه يعالج الخلل الهرموني اللي بسببه حصل الايه؟ زياده الوزن. تمام. الحاجه الثانيه هي ايه؟ هي ان الميوزيثيرابي جلسات موضعيه في اماكن معينه على حسب الاماكن الزياده. الحاجه الثالثه وده الاهم هي ان الميزوثيرابي ملوش علاقه بعمل دايت او لا، بس احنا بنعمل دايت عشان نحافظ على النتائج ونجيب احسن النتائج،
ما ينفعش مثلا ناخد ميزوثيرابي واحنا بنعك في الاكل، او ان احنا ناكل مقليات وحلويات وشوكولاته وحاجات كده. خس واجيب نتائج كويسه، فاهماني؟ بس الدهون اللي اتفتتت وراحت ممكن تكون غيرها. فنخلي بالنا ان احنا زي ما قلنا في كل فيديوهاتنا ان احنا في الاصل اهم حاجه اللايف ستايل، وبعد اللايف ستايل ندخل على قصه الصحه العامه. ماشي؟ فلازم اللي بيعمل يخس او يعمل جلسات او يلعب رياضه او يعمل ثيرابي، انت عشان ما ترجعش لازم تحافظ على جوده حياتك وطريقه حياتك بصوره صحيه، اللي هو ما تلخبطش كتير. ما كلنا بنلخبط، بس الفكره كلها ان انت ما تفضلش تلخبط، ما يبقاش هو تقليد، وما يبقاش هو المين عندك انك تلخبط. فكل ده مهم. وغير كده اي اجتهاد الزملاء بيجتهدوا فيه ده اجتهاد حسن. يعني احنا مش مع الاجتهاد، مش مع ان احنا ما نجتهدش، لا اجتهدوا واعملوا كل حاجه، بس بلاش تفيكوا حاجه، بلاش تعملوا حاجه فيك. يعني انا قبل ما تجيلي اي شركه من شركات الميسورابي مثلا بقول لهم وريني صور قبل وبعد، مش عيب، فاهمني؟ ف مشكله الميزوثيرابي انه انت العيان ما بيعرفش هو حقن ايه، وده اللي بيعمل لغط كتير قوي. وحتى في التسويق، ولما حد بيسالنا الجلسات بكام نقول له رقم، فيقول ده ازاي، ده المراكز الثانيه بتعمل ما اعرفش ال 10 جلسات ب 500 جنيه. فانا بقول لهم والله لو ال 10 جلسات ب 500 جنيه افكتيف، والله هاتوا لي الجلسات دي اشوفها. ماشي؟ هو مستحيل يعني. آه نرجع تاني للفرق كمان بين المونجارو والميزوثيرابي. انه المونجارو فايدته انه يسيطر على الخلل الهرموني، والخلل الهرموني ده بيكون نتيجه زياده حاجه اسمها الجلوكاجون وتقليل حاجه اسمها الانسولين. والانسولين ده ما بيعرفش يتعرف على الخلايا، والخلايا بتفضل على طول فيها يعني سكر الدم عالي ومش بينزل. ماشي؟ ونفضل في الدايلاما دي. فبتكون الاحسن من كل ده ان احنا نعمل دايت وناخد مونجارو عشان يصلح الخلل اللي حاصل ده، وبالتالي بتكون احسن نتيجه. لكن يبقى انه الميزوثيرابي لازم يشتغل كونجنكشن او بالتعاون مع المونجارو، لان انت لما تخس هيترهرط، ولما ترهرط محتاجين نعمل ليفتنج ونشيل الوتر ريتنشن ونقلل الدهون في الاماكن اللي مش عارفين نوصل لها، الاماكن الموضعيه العنيده اللي ما بتنزلش بالدايت. يعني نعم المونجارو بتزود الاكسيديشن او بتزود اكسده الدهون، ولكن برضو الجلسات مهمه عشان تعالج الترهلات اللي هتحصل. فاحنا هي منظومه متكامله ما بين دايت ورياضه وجلسات وميزوثيرابي عشان نجيب احسن نتيجه. فشلنا في كل ده بنلجا للمونجارو اللي هو الحل الاسهل والاغلى. فكل ده لازم تعرفوه. الميزوثيرابي اللي احنا بنستعمله ممكن اللي عايز يعرفه ابعتوا لي في الكومنت، او في دايركت مسج، او في رسائل يعني. نقول لكم الماتيريال اللي احنا بنستعملها. ولازم كمان نراعي ان احنا لما نعمل جلسه ميزوثيرابي نلعب رياضه ونعمل مجهود، وناخد حاجات تزود الحرق وبالذات حرق الطاقه زي الكارنتين تابلت عشان نجيب احسن نتيجه. لان الفكره كلها احنا عايزين نزود التصريف الليمفاوي ونزود الحركه، فلازم بعد الميزوثيرابي نبتدي نتحرك. حتى برضو احنا بنعمل عندنا بعض الاجهزه اللي بتحسن ده مع جلسه الميزوثيرابي. فاحنا عندنا مركز متكامل جدا يعمل كل حاجه عشان يجيب احسن نتيجه. فهي دي القصه، ودي سبب نجاحنا الفتره الاخيره. عايزكم دايما تتابعوا العروض بتاعتنا. احنا نازل عروض كتير. تابعونا في كل منصاتنا، وتابعونا في كل عياداتنا وفروعنا الموجوده في مدينه نصر والمهندسين وشبرا والمنوفيه شبين جوه. فدي اللايف النهارده، واللي كنت عايز اوصله لكم انه ما تنسوش الميزوثيرابي، لان الميزوثيرابي ده من اعظم الحاجات اللي العلم الحديث اخترعها بشكل كويس وامن نوعا لو تابعنا وراجعنا التعليمات اللي انا بقولها.
لايف النهارده خلص. كان معكم دكتور محمد غلاب، استشاري التغذيه العلاجيه، واشوفكم على خير. ما تنسوش تشيروا اللايف ده في كل حته لو افادكم، وتابعوا كل عروضنا. والاستفسار ابعتوا لنا في مسجات او في الكومنتات واحنا نرد عليكم. وكمان تابعونا في كل المنصات، سواء كان فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، حتى تويتر، وكل منصات التواصل الاجتماعي اللي انتوا عارفينها. واشوفكم على خير في لايف جديد. مع السلامه.